في غلطة أنا قلتها في الفيديو بتاع سوق العمل ونظرة الناس التشاؤمية اللي شايفة إن إحنا ممكن نوصل للجريت ديبريشن. الحقيقة إن هو ما كانش الجريت ديبريشن، أنا غلطت في الفيديو دوت، المفروض إن هو جريت ريسيشن. في فرق كبير ما بين الجريت ديبريشن والجريت ريسيشن. الجريت ديبريشن دوت حصل في سنة 1929 تقريبا. الجريت ديبريشن دوت كان أزمة كبيرة جدا، الناس كانت مش لاقية تاكل حرفيا وما كانش فيه أي حاجة في البلد، لحد لما جاء الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت اللي غير النظام المصرفي وعمل تغييرات كبيرة في البورصة عشان يضمن للناس فلوسها في البورصة عشان ترجع الدنيا تشتغل تاني، وقعد سنين لغاية لما قدر يحل الأزمة ديت. الناس بتتكلم في الفيديو دوت عن الجريت ريسيشن. الجريت ريسيشن دوت اللي حصل سنة 2008، اللي هو الأزمة العقارية الضخمة اللي حصلت في أمريكا، والأزمات ديت طبعا بتجر أزمات تانية معاها، زي ما حصلت الأزمة الكبيرة للبورصة وقتها، وقصص كتيرة زي كده، وخسائر كانت في كل حتة. في فرق كبير بين الاتنين. بعتذر عن الخطأ دوت، وبشكر طبعا صديقي العزيز رامي اللي نبهني على القصة ديت. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.